بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب، اهلا بكم. الفيديو ده فيديو بعنوان الوزارة في المغارة. ده ما كانش معد لي مسبقا، ولكن جاء بالصدفة. يعني انا بالصدفة كده قابلت فلاح جايب كيسين كيماوي، بقول له بكام؟ قال لي لقيته بيتكلم عربي وانجليزي وتركي، وبيضرب كف على كف وقرب يلطم. ايه يا عم الحكاية؟ قال لي كيس الكيماوي وصل 1300 جنيه، كيسين كيماوي ب 2600 جنيه، كنا نجيب بيهم طنين ونص كيماوي. قلت يا عم ده كان، قال لي زمان مين يا ابو خالو؟ ده من فترة بسيطة خالص كنا بنجيب بيهم 2 طن كيماوي، كانوا بقيت اجيب بيهم الكيسين كيماوي. طيب يا جماعة يا حكومة، وبيقول يسألني بيقول لي فين الوزارة؟ قلت يا عم الوزارة فين الوزارة؟ ده الوزارة في المغارة يا ابويا، لسه ما طلعتش، لسه مستلمة جديد. قال طب مش هتطلع تقول لنا الحكاية تبين الرؤية؟ قلت الله أعلم. طب هتيجي بمكسب؟ قلت الله أعلم، أنا مش عارف. طب يا حكومة يا وزارة، ده كل الدنيا الصناعة والتجارة والسفر وكل الدنيا قايمة على زرعة وحصدة. إن مات المزارع ماتت الزراعة، وإن ماتت الزراعة ماتت البلد. إيه الحكاية؟ غليت البنزين ماشي، غليت الرغيف ماشي، غليت الدنيا كلها ماشي. طب ادعموا الفلاح يا اخواننا، ادعموا الفلاح، رخصوا له كيس الكيماوي على الاقل. مبيدات غاليه، كيماوي غالي، غاز غالي، ميه غاليه. طب هيروح فين المزارع الفلاح اللي ما لهش حيله غير الزراعه؟ هيروح فين؟ قال لي طب الوزاره. قلت الوزاره بيقول لي ده حلفة يمين. قلت ده باين شكلها حلفة طلاق مش حلفة يمين. يمين ايه يا عم الحاج؟ طب ما اليمين سهل، اي حد يحلف يمين. وقعدت فيديو بعنوان الوزارة في المغارة. سئلت يوما عن الوزارة وكأني جالس معهم أنا في المغارة، فقلت خيرا ما لكم أنتم حيارى. فقلت خيرا ما لكم أنتم حيارى. قلت القديمة جتها غارة وبعضهم طلعوه يا ناس إعارة. قلت القديمة جتها غارة وبعضهم يا ناس طلعوه وراح إعارة. والجريدة لسه قاعدة في المغارة، بس مش عارف وليه قاعدين حيارة. قالوا مش عارفين هتيجي علينا بمكسب أو خسارة. قالوا أنت مش عارف هتيجي علينا بمكسب أو خسارة. قالوا لي قول على الدليل يا أبو الشطارة. قلت الدليل مش محتاج فكاكة أو شطارة. بيدرسوا حال المواطن والأماكن حارة حارة، الموجود أصلا في مصر واللي حتى جاي زيارة. وبيدرسوا حالة الطقس وارتفاع الحرارة. وبيدرسوا حال اللي راح إيطاليا وترك بلد الحضارة. وبيدرسوا اللي سافر راح إيطاليا وترك بلد الحضارة على مركب يسوقها عزرائيل ثم تاه في المغارة. على مركب يسوقها عزرائيل ثم تاه في المغارة. والأسعار اللي تزيد للنهار، والأسعار اللي بتزيد للنهار. وبيدرسوا إيه العبارة، وبيدرسوا حال انقطاع الكهرباء ويغيروا عواميد الإنارة. وبيدرسوا يشتروا ضوامير ياباني. يشتروا ضوامير ياباني يركبوها فوق كل عمارة، ويقللوا من الفساد اللي زاد واصبح شطارة. ويصرحوا للمواطن يبنوا فرن بلدي فوق السطوح، وبدون تسريح أو إشارة. وحال الوزارة القديمة لما روحوا ركبة حمارة. واللي كسروا وراه قلة وألف زير من الفخارة. واللي جبروا بخاطره راحوا مسكوه وكيل وزارة. واللي غضبوا عليه مسكوه بواب عمارة. قالوا لي الوزارة الجديدة ناوية تعمل فينا خير ولا ناوية تحرق دمنا وتفقع لنا حتى المرارة؟ دي رسالة بوجهها الوزارة. الفلاح، انتوا ناويين تقتلوا الفلاح ولا ناويين تقضوا على الزراعة ولا ناويين ايه؟ مش فاهمين. حد يطلع يا اخوان، حد. الوزارة الجديدة في ناس منتظرة لسه بتقول الوزارة الجديدة تعمل ايه ولا هتسوي ايه. طب ده الوزير له 1000 مستشار وملايين الملايين بتصرف. ده انتوا بتاخدوا نص ميزانية البلد يا اخوان. طب قاعدين تعملوا ايه يا جماعة؟ في البلد لا، قاعدين تعملوا ايه يا اخوان؟ اللي مش عارف يمشي، اللي مش عارف يدير وزارة يمشي. هي ما بتجبر بس مش عارف تدير، امشي سيبها لغيرك. في ناس بتفهم.
في ناس بتعرف. الله، البلدان كلها بصالح حالها بصالح حال الوزارة. نشوف ماليزيا